يا صباح الفل يا صباح العسل. نهاركم ان شاء الله ابيض وجميل. تعالوا بينا النهارده نصلي على حبيبنا النبي ونحضر مع بعض فطار كده لشخص واحد. طلعت كده بيضايه من التلاجة وكسرتها في الطبق، وهقلبها كده. حطيت عليها طبعا شويه ملح وشويه فلفل صغيرين، وهنا كمان نزلت بشويه زيت في الطاسه وسبتهم لحد ما سخنوا، وهعمل بيضه اومليت كده. وهنا بقى هصب جنبها كمان نص كوبايه شاي. انا بصب نص كوبايه شاي في الكوبايات دي عشان الكوبايات دي كبيره، فبصب نص. وهنا كمان قطعت جنبها طماطمايه صغيره، وهحط جنبها كده شويه خس كده بس. وكانت البيضه عندي استوت خلاص كده. تعالوا افطروا معايا الفطار الخفيف ده. وطبعا كده وانا قاعده بفطر كالحيره هعمل اكل ايه تفكير. بصوا، كل واحد فينا بيقول رايه، في الاخر اللي بنستقر عليه يعني هو اللي احنا بعمله. خلاص الحمد لله كنا استقرينا وخرجت اهو جبت الحاجه. هنا بقى تعالوا اقول لكم في سردين بلدي في السوق، عايزه اقول لكم حلوه قوي. بصوا الراجل حط لي واحده كبيره من نوع تاني عشان اجربها. وده كده السردين البلدي، اكيد عشاق السردين عارفينه. خلاص بقى مسكته نضفته غسلته، قطعت كمان بصل وقطعت فلفل حراق على فلفل رومي، وكمان دقيت توم، وكمان قطعت ليمون. وغسلت السمك وخليته زي الفل اهو. في ناس بتقليه بس انا بصراحه بحب اعمله صينيه. همسك كده بقى الصينيه عندي، هحط فيها السردين. عايزه اقول لكم من اسهل الاكلات اللي ممكن تعملوها، سهله جدا وطعمها بيبقى حلو قوي قوي. نزلت كده بالسردين كله، وبعد كده بقى هحط عليه الفلفل. نزلت كده بالفلفل بقى والبصل، وكمان هحط عليه التوم اللي انا دقاه. وطبعا حطيت له كمون وملح، وعصرت الليمون اللي معايا كله، لاني مست السردين ده ان هو بياخد ليمون بكتر، يعني كل الليمون بتاعه ما بيكون كتير كل ما بيكون طعمه احلى. وكمان فضيت عليه التوم زي ما شفتوا، وكمان هحط عليه كده حوالي كوبايه زيت او كوبايه الا ربع كده على حسب يعني ايه الكميه اللي انت عاملاها. بس كده وعلقته على النار، واول ما بيخش في السوا بوطي عليه. وخلص معايا السردين زي ما انتم شايفين كده. طبعا عملت جنبه سلطه، وجبت طبعا بصل اخضر. تعالوا اتفضلوا معايا الاكله الحلوه ديت. ولو انتي بقى لسه مشتركتيش عندي نوريني واشتركي عندي، وانزلي كمان فضلا منك وليس امرا حطي لي لايك حلو من ايدك.